عن نفسي مش متفاجئ ان ريال مدريد خرج من دوري ابطال اوروبا، او انه خسر من بايرن ميونخ رايح جاي. بون احنا من الاول كان على بالنا بلي ما فيهاش اليوم، يعني غولير علاش غير دخل ماركا البيوت وخلانا نطمعوا؟ علاش درتو ان غون ماتش؟ خليتونا نشوفوا ماتش كبير، ماتش فينال ديريكت، بس اهداف في شوط اول، سيطره للريال، واش راك حاب تشوف كاع شفتو. هذا باش نخرجوا شغل الدقيقه الاخرى بانت له اربيلوا يدخلنا كامافينغا باش يخرجنا كاع. كيف تخرج ابراهيم دياز من الماتش ما تستغربش كيف تخسر. شنية هذا الشونجمون اللي درتو؟ عليه تخرج فيه دياز؟ عليه تخرج فيه اخطر جوير عندك صنعانك في الفرص، اكثر جوير يلعب لك في الماتش، اكثر جوير يسترجع لك في الكوره، عليه تخرج فيه؟ مهبط لي كامافينغا. شعمل لك كامافينغا؟ والله انا ما زعلان من خروج ريال مدريد من دوري ابطال اوروبا نهائي رغم الخساره امام بايرن ميونخ 4-2. بايرن ميونخ سجل الهدفين في نهايه المباراه. انت عارف ايه اللي يضايق في الماتش؟ اللي انا وانت اصلا كنا عارفين ان احنا كده كده هنخسر، بس كامافينجا في اللقطه دي طمع في نص غباوه العالم. يعني انت عندك انذار والحكم ما ادكش انذار اصلا على الفاول، اللي يخليك يا عم انت تاخد الكره وتجري وهي في ايدك. لا، هو المتفاجئ بقى ان هو خد الانذار الثاني. وانا ليه يحصل معايا اصلا سيناريوهات برشلونه؟ تخيل معايا تخرج هذا افضل عنصر في الهجوم في المباراه اليوم تاع جيرونا، اللي كان يدور يهود يجيب البوله يطلعها، تلقاه في هلال، تلقاه في الكاري، تلقاه منه، وتخلي فينيسيوس ومبابي. اغبى شونجمون في التاريخ، اغبى شونجمون في تاريخ كرة القدم. ابراهيم دياز كان يدوني، كان قابضها وحده عاد مد اسيست راح تخرجوا دخل لي كامافينغا. علاه يا خويا؟ شفتي انا ملي دار اربيل هو شونجمون في الدقيقه 60 ديال ابراهيم دياز ودخل بلاصتو كامافينغا، صليت على ريال مدريد صلاه الجنازه. والله تفصيل ديال الطوس لجبع هذا العام. بكل روح رياضيه يا ودي الرياليين، وانا ريالي كلينا العصا. أرجوك عافيني أرجوك، أنا بخاف، بكره الصحراء وبكره الأسمة. أنا دخلت غلط، أنا مطلوب بالاسم. أنتوا عندكم 4 مليون جيبة، إشمعنى أنا أبوس إيدك؟ أنت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس أنا غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، أنت جميل. وأنا خطيبتك، أرجوك عافيني. سير الله ياخذ فيك الحق كامافينغا، هذا ما خصوش يبقى يلعب في الريال. سير كيما ضيعتينا في عرقنا اللي كنا نعلقوا 16 العصبة 16 ويلي جابنا حتى الاخر. عمرني شفت لك فوتي عايشك بكي، فضحتينا بالحارة، غسلتي قدرنا. فوتي على اوضتك يلا يلا. شو داير زعما مستغرب؟ بلاش تشد بالون اصلا، حط بالون ورجع في حالتك، ما تقيسوش انت كاع. انت عندك صفرة، انا كجوار عندي صفرة، والكونتاكت مع الجوار هذاك اللي غندخل عليه غنكون حذر، غندير ما ندخلش عليه. بقى انا مالك سيناريوهات دوري ابطال اوروبا اخرج في دقيقتين. شغلتي يا رب اسمع ربك تريتي يا رب. فينيسيوس ومبابي لا باقي حطيتو رجلكم في البرنابيو، حنا شميت خسرنا عليكم زباله ديال الفلوس باش في الاخر نتقصاو بهذا الاداء الباهت. بهدلتو بهاد الفرقه يا صاحبي، واربي لوا الهضره معاك حتى هي الاخر. يا جماعة مدريد تخرطش روحها رجعة. رايحين يعملوا رومنتادا للبايرن. تعجبني الدنيا كي تدور، انا تعجبني اللي قال كلمة كما تدين وتدان ما غلطش كما تدين وتدان. تقعد تقول لي اروخو مرة كوبارسي مرة كارسيا ومرة كامافينغا. الله على راح الله على راح الله على راح. ما بقاش القلب يخمم. الله الريال تقسات، غير ارتاحوا مزيان، دابا حنا كاملين بحال. ترى انا مستعد ادفع الالاف عشان ارجع اعيد اشوفها. يا ساتر يا ليالي الابطال، هذه الليالي اللي احنا نحبها نعشقها. كرة القدم جميلة وممتعة لا زالت. يا ساتر يا والله من حقك تطلع تسخر من نادي ريال مدريد وتستغل حالة الضعف اللي هو فيها، وانه هذا النادي فعلا جريح، مثل ما فعل اوليسي بعد المباراة. سألوه شو رايك بعد ما فزت على ملك هذه البطولة؟ قال لهم ملك البطولة وصار يضحك. نعم، في الأندية الأوروبية لازم تستغل الشتات اللي عايش في ريال مدريد حاليا وتحاول تحقق لها اللقب دوري أبطال أوروبا.